القاهره اللي هي دايره ايد بيه. معلش تاني اسم حضرتك ايه؟ رضا محمد عبد العزيز ابراهيم. حضرتك لما رحت تنتخب في مجلس الشعب صح؟ ايوه. ايه اللي جرى بقى؟ رحت بسال واحد من اللي هم اللي قاعدين بالكمبيوتر اللابتوب دول. اللي هم اللي كانوا قاعدين اللي هم في الدايره بتاعت القاهره. بقول له انا جاي عمري ما انتخبت. ايوه. في حياتي ما انتخبت، فانا عايز انتخب بس بطاقتي منتي هي. ايوه. البطاقه بتاعتي منتي هي. ينفع البطاقه بتاعتك منتهيه؟ منتهيه. بس عليها الرقم القومي. ما هي بطاقه رقم قومي. ينفع ان انا انتخب بيها؟ ايوه. قال لي لا ما ينفعش، ده اول واحد. ليه ما ينفعش؟ ده هو كل الانتخاب اساسا كان بالرقم القومي. قال لي ما ينفعش عشان منتهيه. جيت تاني وانا ماشي خلاص، انا قلت ما ينفعش بركه يا جماعه ان جت منكم ولا ما جاتش مني. فوانا ماشي التاني قال لي لا خد دي تعالى. قلت له مين اللي قال لك بقى تعالى؟ اللي قاعد اللي بعد منه، اللي كان قاعد بعد منه. قال لي انت منين؟ قلت له من القاهره. اسمك ايه؟ قلت له رضا محمد عبد العزيز ابراهيم. بس انا بطاقتي منتهيه متكسره على كذا حته، ما ينفعش تطلع من الحافظه. اللي هي دي البطاقه دي هي. ايوه باينه اهي. ادي حته. ايوه بس ما تبص بس. وادي حته. ايوه ايوه. وانا ما سيادتك على قد حالي ما معيش ان انا اروح اجددها. ايوه. قال لي لا ينفع. وقبل ما يشوفها يعني قبل ما يمسكها في ايديه طلع، قال لي في ورق قدام منه طلع ورقتين رضا محمد عبد العزيز ابراهيم. يقول لي طب انا قدامي 2 رضا محمد عبد العزيز طلعهم بقى بناء على الرقم القومي ولا طلعهم ازاي؟ لا ما كانش مسك دي. ما كانش لسه مسك دي. قال لي انا قدامي 2 رضا محمد عبد العزيز ابراهيم. قلت له ازاي في رضا محمد عبد العزيز 2 في المنشيه؟ قال لي طلعهم على البرينتر يعني بتاع لا على واقف الاثنين كله اسم في ورقه اللي عليها الاخوان. يعني طبعها من جاهزه. انا بقول لك لقيتها جاهزه عندهم. فبقول له طب ازاي انا عمري ما انتخبت، ازاي انا اسمي بقى؟ قال لي ما هو رقم اللجنه والكلام ده كله ورقم القومي. فانا ربك والحقيقه لما حسيت ان فيها لعبه. طب هو طلعها من غير الرقم القومي ولا بالرقم؟ ما مسكهاش غير بعد ما طلع لي الورقه من عنده. اتاكد بس ان انا من القاهره، من اسمي من منشيه ناصر. ايوه. قال لك دي ورقتك. طب ازاي حضرتك ان انا عمري ما انتخبت وعمري ما دخلت انتخابات واسمي يطلع على الورقه دي من غير ما اطلع بطاقتي؟ ايوه. فدخلت بعد كده انتخبت؟ قال لك يا عم لا انتخابات. لا انا ما انتخبتش. لا ما رضيتش انتخب. والاسم بتاع حضرتك كان موجود في لجنه ولا في 2؟ لا كان هي اللي انا اعرفه ان هو كان مع شخص واحد مش في لجنه واحده. ايوه يعني انت دلوقتي لقيت ورقتين باسمك. دي في نفس اللجنه ولا كانوا كل واحده في لجنه؟ لا هم متهيألي انا ما دخلتش لجنات اساسا. لا لما جه الاخ اللي طلع لك الورقه من عنده وقال لك انت اسمك فلان الفلاني، ادي انت منين؟ انت منين من الحته الفلانيه عشان اتاكد اذا كنت انا الورقتين دول انا واحد بس شخص واحد ولا شخصين. قلت له انا من القاهره. والورقتين دول كانوا عباره عن ايه؟ كان ورق انتخابات ولا ورق الورقه المربعه الدعايه بتاعتهم؟ الدعايه بتاعتهم اللي هي ورقه الاخوان والاثنين اللي كانوا من تحت اللي انت تنتخب فيه اي واحد. ده واحد فيهم. ايوه. وانت بقى الاسم المهم عندي، الاسم ده كان في نفس اللجنه، اسم ده متكرر في اللجنه ولا متكرر دي في لجنه ودي في لجنه؟ لا هم متهيألي في لجنه واحده تقريبا. في لجنه لان انا من شك فيهم انا خدت بعض ومشيت. وما خفتش من 500 جنيه الغرامه يعني؟ لا اخاف منها. ما انت مت يا عبد الله، ما غصب يا رب. ما انت كده مت. ما انت كده ميت اساسا. ايوه. هم موتنا من شهر 6 2010 بسبب السوق اللي اتحرق، وهم اللي ولا ساعدوا في ولعته. سوق ايه؟ خلونا نشتغل سوق الجمعه. سوق الجمعه اللي هو في سيدة عيشه. سوق تونسي لما اتحرق. ايوه. انا واحد من الناس اقسم بعز جلاله الله اتحرق لي 3 مخازن. ايوه. هم خدت ولا تعريف، اتضحك عليا محافظ القاهره قال لك يعوض كل متضرر 5000 جنيه بعد ما طفوا السوق بالظبط الساعه 11 قال لك لغي القرار اضرب دماغك في الحيط. ايوه. طب يا جدعان طب الجواب اللي احنا نستلم بيه المحل في 15 مايو. قال لك معاك 2000 جنيه ترشهم في حي الخليفه تروح تاخد الجواب، ما معكش ما يلزمكش. ايوه. والاخر وصلونا لمؤاخذه ان احنا نروح نبيع المناديل. ايوه. عشان اعرف اكل 4 اطفال، 2 في المدارس ولسه واحد عنده 5 سنين والتاني عنده 1.5 سنة. ربنا يرزق ان شاء الله. ماشي يا بيه، شكرا جزيلا. شكرا.